السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يوميات بشرى ياسمين. كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده. والفيديو ديال اليوم يلاقيكم في احسن الاحوال بحول الله. اليوم البنات غادي نقدم معكم فطائر المقلاة السائله اللي كيجيو خفافين ودغيا كيوجدوا بدون اختمار وفقط بالماء كنوجدوهم، يعني ما عادش نحتاجوا كاع الحليب. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا الوصفه كامله ان شاء الله. نبداو على بركه الله. عندي هنا في واحد الاناء كندير جوج حبات نتاع البيض. انا هاد البيضه هادي خرجت فيها جوج ديال صفار ديال البيض. كندير عليهم كاس الا ربع ديال السكر حبيبات، واحد رشيشه ديال الملحه، وهنا عندي معلقه كبيره ديال الزيت. كنخلط مزيان هاد المكونات مزيان البنات حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم وكيذوب داك السكر. ثم كنضيف جوج كيسان ديال الماء العبار بالكاس ديال العنبه، وانا كنخلط في هاد المكونات. ثم ضفت معلقه كبيره ديال الخل كيف ما كانت النوعيه نتاعو الابيض ولا هذا اللي وريت معكم. كيس ديال السكر الفانيليا اولا السائله اولا البودره، المهم اللي عندكم. انا درت هنا سكر الفانيليا هي المتواجده عندي. خلطت هاد المكونات مزيان البنات حتى تجانسوا مع بعضياتهم. ثم بديت كنضيف الدقيق عندي هنايا 3 ديال الكيسان بالعبار الكاس العنبه، يعني 330 غرام ديال الدقيق الابيض. ضفت عليهم واحد جوج ديال يعني كيسين من خميره الحلويات، كل وحده كتوزن 8 غرام ما يعادل 16 غرام في المجموع. بعد ما تجانس لي هذا الخليط كنضيف عليه جوج معالق كبار ونص ديال الزبده اللي ذوبتها، وكندخلها حتى هي في هذا الخليط مزيان كيف ما كتشوفوا. مباشره كندوزو نطيبوا لهذا الفطائر ديالنا، يعني ما كيحتاجوا لا اختمار لا والو البنات. هنا كندير واحد شويه ديال الخليط بواحد المغرف، وملي كنحس بها طابت مع الجوانب كنحيدها وهي مازال، يعني كتشوفوا مازال فيها الخليط من الفوق، يعني ما شدش راسو. وكنقلبها في نفس الوقت. صافي هنا كما كتشوفوا العافيه ما تكونش مجهده بزاف البنات، وما تكونش عاوتاني مهيله، سوا الا كانت عندكم المقله ثقيله. هنا من بعد ما طابوا لي هاد الفطائر كندهنوهم بالمربى ديال المشماش، ورشيت لهم هكذا الكاوكاو من الفوق. التزيين كيبقى اختياري البنات، زينوا عفوا باللوز ايفيلي اولا اللي متواجد عندكم البنات. وصلنا للنهايه ديال الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا، كيجيو خفافين البنات غزالين دغيا كيوجدوا. يعني جاو عندكم شي ضيافه على غفله، هادو هما اللي يفكوكم دغيا ما كيحتاجوا لا اختمار لا والو، مكونات جد بسيطه كيف ما عودتكم عليا وعليكم. عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايكاتكم وتعاليقكم المحفزه تشجيعا لي باش نقدم كل ما هو جديد معكم. لاول مره كيزور القناه نتاعي مرحبا والف مرحبا. كنتمنى دائما انني نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.